السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي زي حواوشي المحلات بالظبط بكل التكات وسريع، ويلا بينا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. اول حاجه معايا اهو في الكبه بتاعتي حضرت رغيفين عيش. هو احنا بنغش الحواوشي؟ لا طبعا ما بنغشهوش، بس الحواوشي لما بتحطي له رغيفين عيش في اللحمه المفرومه بتاعته بيدي المزازه واللطافه بتاعت الطعم اللذيذ قوي ده، بيبقى طعم العيش. ودول بصلتين كبار متقطعين اي تقطيع، يبقى رغيفين عيش مع بصلتين كبار نطحنهم كويس قوي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. وادي اهو بعد ما فرمته، شايفين فرمته كويس قوي بحيث ان افرم كويس قوي العيش مع البصل بالشكل ده ان هو يبقى متجانس معايا. دلوقتي انا معايا ربع كيلو لحمه هننزل بيه، وادي اللحمه المفرومه بتاعتي اهي ونسبه الدهون فيها حلوه جدا. دلوقتي هنضربها كويس قوي مع العيش والبصل بتاعي. ممكن على فكره نزود البصل زي ما احنا عايزين، لان الحواوشي بيحب البصل قوي، ان انت تزودي بيبقى طعمه حلو قوي. ودلوقتي هنحط توابل البهارات بتاعتنا، معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه من الفلفل الاسود، دي معلقه صغيره، نص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه من الملح بشطه بكمون او البهارات. ولو عندك بهارات الكفته او بهارات الحواوشي دي بتتباع عند العطار ممكن تحطيها. وممكن كمان نحط فص مرق الدجاج، وده اختياري لو عندنا، يعني تحبشيها على ذوقك. يلا بينا بقى نضرب كل المكونات دي كويس قوي معانا. وادي اهي بعد ما فرمتها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تفرميها كويس قوي. وطبعا لو احنا بنحب الفلفل والحاجات السبايسي ممكن ان احنا نحط فيها قرنين فلفل حامي او قرن فلفل حامي زي ما تحبوا. طبعا احنا ممكن ندخلها التلاجة لمدة ساعة ترتاح. طب لو احنا مستعجلين عليها يبقى مفيش مشاكل خالص، على بال ما تجهزي العيش 10 دقايق ممكن تتحط في التلاجة ترتاح كويس قوي كده من العجن، بس عشان ضربناها ترتاح بس شويه في التلاجة 10 دقايق ولا حاجه. ودلوقتي هنجهزها حسب العدد اللي احنا عايزينه. اهو بعد ما جهزتها شايفين شكلها عامل ازاي؟ عملت 6 كور. ممكن ان انت تقلليها، ممكن تخليها بدل ما هي 6 كور بس ممكن تقسميها، تزودي شويه تقللي زي ما تحبي، او ممكن كمان تزودي في الرغيف اكتر من كده زي ما تحبي. انا عايزاها على 6 بس، 6 رغيفه، فهنحطها على 6. يلا بينا. وادي اهو بعد ما فردت كل الكميه معايا في العيش بتاعي، وانا بقص العيش من الجناب بالمقص عشان السكينه بتبهدله، فالمقص بيظبط اكتر. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين حلو ازاي؟ فاللي هم اصلا 6 رغيفه معقولين جدا على الربع كيلو اللحمه. وطبعا الكميه بتزيد معايا بالعيش والبصل. يلا بينا بقى ندهن الوش بتاع العيش، الوش والظهر، وندهن الصينيه وندخله الفرن. يلا بينا. وادي الحواوشي اهو بعد ما طلعناه من الفرن، شايفين اللون الذهبي الجميل ده؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا لو انت عايزاه مقرمش هتطلعيه من الفرن وتسيبيه مكشوف. طب لو احنا عايزينه اللي هو يكون طري تغطيه باي حاجه، يعني حطيه حتى في اي حاجه وحطي عليه غطا هتلاقيه طري معاكي بعد 10 دقايق ولا حاجه. تمام كده؟ يا رب تكون الوصفه عجبتكم. اشوفكم على خير فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.